ترى بصوا جايبالكوا ايه النهارده. جايبالكوا حاجه من زمان وجت معانا دلوقتي. انا جايبالكوا النهارده الطنبوره النوبي. الطنبوره النوبي دي آلة موسيقية وترية. طيب هي كلمة طنبورة يعني ايه؟ كلمة طنبورة جاية من كلمة يونانية قديمة بمعنى باندورة، واللي معناها كثارة صغيرة. الكثارة تسميتها دي محلية راجعة لأسوان والنوبة والسودان. طيب وصف الآلة اللي هي الوترية اللي اسمها طنبورة دي ايه؟ دي عادة بتصنع من خشب الأبانوس، بتكون زي ما احنا شايفين كده، مكونة من صندوق مجوف من جوه، مشدود عليه من تحت لفوق على أعمدة 5 أوتار أو 6 أوتار، يعني في منها 5 أوتار و6 أوتار. دي 1 2 3، الرابع مش موجود، 5 ومفيهاش غير وترين لأن دي قديمة من 1940 وجايبينها من مزاد. تمام، فدي من النوع اللي فيها 5 أوتار مش 6. طبعا عايزه اقول لكم ان صوتها دافي ومليان روح، بيتشاف ان هو قريب من اصوات الطبيعه. طب اصلها راجع لايه؟ اصلها راجع لآلات الكثاره القديمه اللي ظهرت في حضارات وادي النيل وبلاد الرافدين من آلاف السنين. يا جماعه كانت بتستخدم في الطقوس الدينيه عند المصريين القدماء، وكمان في الاحتفالات الشعبيه. في النوبة والسودان كانت مرتبطة بالأغاني الشعبية والتراثية، خصوصا الأغاني اللي كانت بتحكي قصص أو بتتغنى بيها في الأفراح والاحتفالات. بصوا، طبعا كان ليها استخدام صوفي في بعض المناطق. استخدام صوفي يا دليدة؟ استخدام صوفي. استخدام صوفي بيستخدموها في الزار في مناطق معينة في السودان زمان. بصوا صوتها، بص على الحلاوة حلاوة. ايه رأيكم في صوتها؟ وايه رأيكم في طنبورة؟ لو عجبكم طنبورة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير عشان اقدر اللي انا دايما اجيب لكم كل ما هو من زمان وجاي معانا. باي باي.